بص، انا بعد ما انت شفت الفيديو بتاع كابلات الشحن، انا اتراست يو يعني ان انت تعرف تشتري كابلات بنفسك. مش محتاج الارقام دي يعني تتعب نفسك فيها قوي قوي قوي. بس انا هرد عليك في حاجتين. حته ان انت تعرف السرعات والكلام ده بيبقى الليميتيشن جاي من الموبايل. يعني انت الموبايل اللي انت بتشتريه من الكتالوج او من الويب سايت، تدور على اقصى سرعه لنقل الداتا ايه واكتر باور بيحتاجه علشان الشحن السريع. وتشتري كابل السبيسيفيكيشنز بتاعته يبقى معدي الكلام ده. بالنسبه بقى اللي انت ازاي تشتري كابل شحن، زي ما قلت لك انا واثق فيك انك انت بعد الفيديو ده تعرف تعمل ده. بس لو انا هشتري كابل شحن هشتريه ازاي؟ بص يا سيدي، الخطوات كالتالي. اول خطوه ان انا بشوف ده الكابل الرئيسي بتاعي. يعني انا مثلا لو انا عندي مثلا ايفون، ده هيبقى الشاحن الرئيسي لان كابل الشحن بتاعه ضاع، ولا شاحن زياده مثلا في المكتب. يعني انا عندي مثلا شاحن رئيسي في البيت بشحن فيه التليفون كل يوم، وشاحن في المكتب ده اللي بوصله بالكمبيوتر وانقل بيه البيانات. لو هو الرئيسي هحاول اشتري الاصلي علشان ابقى واثق مليون في المية ان مفيش حاجة هتأثر على البطارية. ان لم اكن اشتري الاصلي فهشتري حاجة ثيرد بارتي مدعومة من ابل او اوفيشالي لايسنسد باي ابل، لو البادجت بتاعي يقدر يعملها. طيب لو هشتري كابل ثيرد بارتي ملوش دعوه بابل او ملوش دعوه بسامسونج او الشركه المصنعه، اول حاجه احط البادجت. عايز اعرف هشتري في رينج ال 200 300 جنيه ولا من 800 ل 1000 جنيه. بعد ما احط البادجت مش هشتري كابل من مصر ما تكونش الماركه بقى ايا كانت انكر ولا بيلكن ولا يو جرين. الحاجه مش موجوده غير على امازون، لازم تكون موجوده على امازون دوت كوم بتاع امريكا. يعني لان في ماركات صيني بتبقى نازله مخصوص لمصر ارخص شويه. في حاجات منها كويسه، بس انا بقول لك انا هعمل ايه. انا لازم اي شاحن او اي اكسسوري بشتريه يكون موجود هو بالظبط على امازون امريكا، ويبقى في مصر كمان اغلى شويه مما يتباع على امازون امريكا عشان اتاكد انه مظبوط 100%. تاني حاجه، لو انا عملت الخطوه اللي بعد كده اشوف انا محتاج الكابل ده يكون طويل لو انا احطه في سورس بعيد ولا لا. وطبعا ابقى مستنتج ان هو لو طويل احتمال يبقى الشحن بطيء. تالت حاجة هتأكد إن علبة كابل الشحن مش نازلة مثلا إحنا في 2025، مش نازلة في 2022، أو على الأقل يكون عليها موديل التليفون اللي أنا هشتريه. يعني أنا هشتري مثلا سامسونج S23، يبقى لازم مكتوب عليها compatible with كذا. هشتري مثلا للآيفون 16، يبقى لازم مكتوب على ظهرها إنها للآيفون 16، لأن في كابلات بتشتغل على الآيفون 16 بس هتلاقي ان هي نازله زمان مع الايفون 15 فمكتوب اقصى حاجه الايفون 15. فانا هتاكد ان هو نازل مكتوب عليه التليفون بتاعي في الكومباتيبلتي. وبس كده.